قولي لي سهام نوجد هاد المقيرط قبل رمضان شوي داكور، ولكن ترابيلي البصل وديريه في لي غوبلي وفي الكونجيلاتور نو شوي با داكور. جيبي كيله هذاك سميد يكون متوسط عمريها هكا بومبي، دونك درت 3. لا تخوازيام كملتها بالفارينة ولا كملوها بسميد رقيق كيما تحبوا. جبت السمن دونك ذوبتو ماشي معمر مليح، هذيك الكيله ماشي معمره، وكملتها بالزيت، ملح، مغرفه كبيره حليب بودره باش يمد لا كولور شابه. وهنا نبس السميد نتاعي ما خليتوش يريح ديريكتومون، درت له ماء الزهر هكا قيس كاساتي، وهنا حركت وخليته 20 دقيقه باش يشرب ليه هذاك ماء الزهر. ما بين ما يريح رحت درت الغرس نتاعي، درت 500 غرام، ملعقه كبيره زبده، درت هذو لي زيبيس 4 ايبيس، ولا ديروا شويه قرفه شويه مع الزهر، وعجنوا ما بين يديكم حتى تولي العجينه هكا طريه. نعاود نرجعوا لهذاك الخليط، جبت كيله نتاع الماء والماء الزهر، فرغتها وخلطت هكا معجنش، خلطوا هكا بالاصابع حتى تحصلوا على هذه العجينه راكم تشوفوها. ومن بعد نروحوا كيما العاده والعوايد نشكلوا حرابيش. انا درت مقيرط صغير، دونك تقدروا ديروه كبير كيما تحبوا. حطوا الغرس وغلقوها هك، لازم سينو يتحلكم في المقله. واذا حبيتوا ديروا ديقا ما تغلقوش. ومن بعد شكلت حرابيش هكايا وقطعت بالموس بيان سور، نسقموا هكا شويه في الاطراف. بالنسبه هنا للقليان في المقله لازم يكون الزيت كاين مليح والنار متوسطه، دونك ندخلو هكا يتشوكا، نعاود نخرجو ندخلو واحد 2 فوا هكاك ما يتحلش تشوكا صاي راح في غيبوبه راهو طايب، ونحطوه ديريكتومون في عسل تكون دافيه وهو راهو سخون. وراكم درتو مقيرط، ما ديروليش البصل في الكونجيلاتور الله يعيشكم، مقيرط قبل رمضان شوي داكور.